موسم اختيار الممثلين في رمضان الجاي بدأ خلاص، والتيك توك ابتدى يندع مواهب لازم يشاركوا في موسم رمضان الجاي. اصل الناس تحط الشهادات فين؟ يعني اكيد مش هيحطوها على الرف عادي او في النيش. فطلع علينا كميه تيك توكرز الفتره اللي فاتت كتير فشخ، وبيعملوا اي حاجه عشان يشهروا. فبقى لازم يجي التيك توكرز بقى اللي ما عندهمش الحد الادنى من القبول ولا الموهبه، بيفشخوا نفسهم، بيعملوا كل ما يمكن من اثاره البلبله شخصيا عشان بس ياخدوا 15 ثانيه في مسلسل هيتعرض على القناه الاولى في رمضان الساعه 12 الصبح. As we continue our talk on homosexuality this week, I'd like to read to you from the book of Matthew. ما بستحماش. انت عرفت منين؟ انا زمان عملت فيديو اتكلمت عن التيك توكرز والشحاته الالكترونيه، واتكلمت عن شاكر ومداهم، وما كنتش فاهم المجال ده ماشي ازاي غير ان هو واحد بيطلع لايف والناس بتجيب له هدايا. النهارده بعد اكتر من 9 شهور الوضع ما اتغيرش، غير ان انا بس تميت ال 40,000 سبسكرايبر. فانا هتكلم عن الموضوع ده تاني. و جدعان الدبانه وضيف الحلقه الدبانه، تمام؟ الدبانه لازم تشارك في كل الفيديوهات، هي عايزه اي فولورز، مش هيعملوا لك فولو بالبطن ده. يعني التيك توكرز دلوقتي بقوا وصلوا لمرحله ان هم خلاص بقوا سوبر ستارز ومين ستريم. يعني عندك زي علياء وحسناء على وزن شرمط ومرة. يمكن سبب تاخر الفيديو دوت وان هو اخد وقت عما يطلع على اليوتيوب وكده. يعني ما كنتش فاهم ليه الناس بتهيت على علياء كده. يعني هل هو طريقتها في اللايفات وحشه؟ هل هي مثلا شكلها مش مقبول؟ هل في حاجه انا مش شايفها؟ ده اللي انا كنت شفته وده اللي انا جهزت الفيديو على اساسه. بس بعد كده حصل الكراش اوت. عايزه ايه مني تاني؟ ايوه بتستغليني. الناس اللي بتقولي ان انت بتستغليني، ايوه بتستغليني. طلعت اتكلم عن حسناء هرد عليك وعلى اللي خلفوك يا بنت، رجلك التانية هتنكسر. فانا قررت ان انا مش هدافع عنها وهكنسل فكره الفيديو واصور الفيديو ده. انا خلاص يعني منتجت الفيديو اللي فات، ودي مشكله ان انت تعمل فيديوهات على حاجات ترند اللي هي لسه طالعه ما تاخدش وقتها. وانا طبعا عشان عايز التزم بالفيديوهات والجو عايز التزم ان انا انزل فيديو كل اسبوع وبتاع، وجات اطلع اتكلم عن حاجه انا شايفها طول الاسبوع، فاهم؟ فانا قررت ان انا مش هدافع عنها. اولا عشان مش حابب اتكلم بجديه بصراحه، لان عم موجه الناس اللي بتزايد والناس المثاليه اللي في الكومنتات دي تخلص، عشان بجد انا ما بستحملهمش. وثانيا لان هي طلعت اسوأ بكتير مما انا كنت متخيل. وطبعا مدى السوء ده مع اعتبار ان هي غلبانه، يعني احنا عاملين ان هي اسوأ غلبانه بعيدا بقى عن الناس اللي واخده راحتها قوي في اهانتها الفتره اللي فاتت، تمام؟ وانا ما بحبش حاجه زي كده، بس الناس واخده راحتها لسبب ان هم شايفين ان هي بيقولوا ان هي كانت بتثبت عيال بموس في طنطا، وكانت بتشحت، واللي ما يديهاش فلوس تشتمه، وكانت مدمنه كحول وبتعمل سحر اسود وبتسمع اغاني محمد رمضان. فكل ده هو اللي كان مخلي الناس مهويه قلبها في الهيت عليها في الكومنتات والشتيمه ليها. بعيدا بقى عن صحه الكلام ده، يعني ما اعتقدش في حد من درجه سوء ان هو يسمع محمد رمضان. بصراحه انا عن نفسي عندي مشاكل مع التعامل مع اي حد غلبان. بصراحه مش حابب ان انا اتعامل مع حد وابقى حذر في الكلام معاه او التعامل معاه. بس انا مش هعتبر عليها غلبانه لان هي خلاص شخصيه مشهوره، شخصيه مين ستريم، شخصيه معروفه على النت. انا وعلياء صحاب واللي اتقال اشاعات، صح؟ انا وعلياء اخوات واللي اتقال اشاعات. التليفون بتاعي ريلمي سي 5. طب ده الفيديو اللي شهر علياء، هو ده اللي لمعها وخلى الناس تاخد بالها ان في حد هنا احنا لازم نتابعه ونركز معاه. واضح انها مش دارسه ماركتنج، بس في الاخر الفيديو جاب 10 مليون فيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا جماعه اللي يشوفني في مكان في طنطا يساعدني عشان خاطر حسناء. هنا هي عامله كامبين كامله فيتشر ده حسناء بخصوص موضوع الشحات، عامله كامبين للوظيفه بتاعتها. طبعا ممكن يكون ربنا كاتب لها الرزق ان هي تتشهر وتتشاف والناس تسمعها، وربنا يرزقها لان هي واضح عليها ان هي واضح ان هي ما كانش معاها فلوس تخلص في بالم هيلز. بس هي قبل ما توصل افلام ومسلسلات والحاجات اللي بتيجي كل التيك توكرز كل سنه يجيبوا منها ثمن الايفون اللي بيصوروا بيه، عملت حاجات الناس ما بتعتبرهاش الطف حاجه. اكراش اوت بتاعت كاميرون يا بنت، انا اللي قلت على تليفوني ريلمي سي 75. انا اللي شهرتك. انفي بجد او ماي جاد، ربنا يرزقك حبيبه قلبي. اوفنسيف ووردز امك اللي بتدق يالا كل يوم يالا. وده عامه اللي بيحصل لما تتشهر بسهوله، لان انت مش حاجه تحافظ عليها، يعني مش تعب، وساعتها بتفلوف وتتنسي زي اي ترند طلع في مصر. وبعد ما كانت هتوصل ان هي تبقى في مستوى سوزي الاردنيه، لا هي هتبقى زيها زي محمد الزبال دلوقتي. لا تظن ان نفسك هي التي ساقتك لفعل الخيرات. Your iPhone is the most personal product in your life. It's part of so many things that make you you. دي الفيديوهات اللي بصورها لما اجيب ايفون جديد، يعني بخاف انزلها على النت بصراحه. بحس ان انا مقفوش قوي ان انا بص عايز اوري الناس ان انا جبت تليفون ايفون. طبعا هي مؤخرا
عملت ترند تاني يعني كده خلاص عرفت السكه بتمشي ازاي. هنطلع نزعق مع بعض على النت وخلاص يعني هنعمل كده كل اسبوعين 3 بحيث ان احنا نسرفايف شهر في الجوريزم التيك توك. فطلعت لايف وهي بتركب حصان والواضح ان حصل حاجات مش لطيفه وهي بتركب الحصان. فحسناء راحت قالت عليها مش عارف انا مش عارف ليه متابع الحاجات دي. هو عشان اعمل لكم كونتنت اتجنن عشان انتوا تنبسطوا اتجنن. المهم ان هي يعني اتخانقت مع حسناء يعني عشان هي الراجل اتحرش بيها وهي حسناء بتقول لها ان انت كنت مبسوطه يعني ومش واخده بالك. قالت عليها كلام وحش يعني. في بقى واحد تاني اللي هو خالد الرسام ده تيك توكر من نوعيه الناس اللي بتعيش حياتها كلها في الساحل. بيقعدوا بقى هناك يشتغلوا اي حاجه تخدم السياحه في مصر او اي حاجه تخدم السياح اللي هناك. يعني مثلا ممكن يشتغل يبيع فريسكا يبيع منتجات او يرسم الناس اللي هناك او يعمل بقى فرعون يروح يلبس فرعون في الساحل الشمالي. منطقي جدا بتحصل عادي في الساحل الشمالي او الغردقه. لو حد راح هناك يعني ووصل لقاع المجتمع هيلاقي الناس هناك سياح وناس لابسين توت عنخ امون. المهم ان هو اتشهر بالفيديوهات اللي هو كان بينزلها وهو بيرسم السياح هناك. يعني انت عندك اودينس مصري زائد واحده اجنبيه ايكوال شهره. مفيش حد مهتم يدخل يطمن على الرسم بتاعه. محدش مهتم بالفن دلوقتي. احنا عايشين في زمن الناس ما بتهتمش بالفن. انت دماغك في هم مهتمين يشوفوا الواحده اللي في مليار واحده منها في روسيا مشردين في الشارع عادي. فهو راح يتجوز واحده من البلاد اللي هي بيبقى فيها 99% من سكانها بنات وبيجوا مصر كل سنه يتصيفوا ويدوروا على عريس. طبعا من ساعه ما اتجوز واحده اجنبيه وجاله جنون العظمه بقى شايف ان هو متحضر الى حد ما ومثقف. يعني هو الواد ده 50% متحضر. يعني هو لسه ما سافرش بره. لو هيطلع بره بقى ويعمل الكونتنت اللي بيهن فيه بقى مصريين جرابيع واي حد عايش في دار السلام لباسه مخروم. المهم محتواه كله بقى لايفات تيك توك ان هو بيطلع يا اما يشتم الناس يا اما يتشتم من الناس. اخلاق يا عديم الاخلاق يا حقير ليه بتدقني دلوقتي وهكذا وهي ماشيه يعني بترزق. الكومنتات عنده كلها مهينه فشخ. يعني حتى الكومنتات اللي عند عليها انا مش مع النوع ده برضو من الاهانه. فاي شخص على النت ايا يكن بيعمل ايه ما يستحقش الاهانه دي كلها. طول ما هو ما نصبش عليك في الكريبتو خلاص ما تشتموش الشتائم دي كلها. بقول لك ايه نسيت تاني اتفو حتى ده كمان. في بقى العبقري مايكل جاكسون الغلابه. ده واحد شبه مايكل جاكسون بالظبط. بيعرف يقلد مايكل جاكسون جدا. يعني انت تشوفه تبتدي بقى تشك في نظريه ان مايكل جاكسون لسه عايش. يعني ده اللي كان طلع مع في لايف موقع بصراحه الاخباري. متابع موقع بصراحه الاخباري في كل مكان. اول ظهور مايكل جاكسون الغلابه. وكله بيبدع من الجرايد دي والله العظيم. كل الخرا اللي احنا بنشوفه على النت بيبدع من الجرايد دي. المهم الواد ده بيطلع كل اللايفات يتشتم بس مش بيشتم زي خالد الرسام بيتشتم بس. دي حاجه انا ما كنتش فاهمها وكنت مستغربها مش فاهم ليه بيعملوا معاه كده لحد ما فهمت ان هو كلاود بيتش. يعني هو كلاود بيتش واضح لدرجه ان هو في يوم حب يسيط نفسه على التيك توك طلع لايف وهو 50% نيكد. الجزء اللي تحت اكيد مش من فوق. هو عايز يسيط باي طريقه. يعني البنات عندهم القابليه ان هم يتشهروا من طريق حاجه جنسيه او حاجه اباحيه. الولاد الموضوع صعب شويه. قال لك بص انا اطلع لايف كده بقى تحت ما فيش زي وانا بسجل الفيديو دلوقتي. ما هو اصل كده هيتشهر. هو هيتشهر عافيه فاهم. وبمناسبه الشهره على التيك توك انا وصلت الاكونت تيك توك بتقدر تاوردر من عليه اي شخصيه ترند من الترندات دي. اللي هو ممكن تاوردر عمرو بيلا تاوردر الراجل بتاع غدانا يا اخواتي تاوردر مغني من المغنيين اللي هم بيجوا في الافراح الشعبيه. جيت اوردر من عليه محمد حمدان عشان اكمل السلسله بتاعت كل شهر اللي هو اول كل شهر. بس تراجعت عن القرار بصراحه لان لسه مش في كامل القوايا العقليه ان انا اقدر استحمل ان انا اقعد جنب محمد شبيه محمد رمضان لدرجه كبيره. يعني هو شبهه بالظبط فمش عارف مش هقدر استحمل الموضوع ده. خصوصا ان انا يعني اخر مره محمد رمضان دخل الستوري بتاعتي وبيعمل لي لايك بقى على ان هو بص انا مش فارق معايا. يعني حتى اتريق عليا ان انا مش فارق معايا والله. عامه لسه الموضوع هيبقى اوفيشال. تمام انا عارف يا محمد رمضان انت بتتفرج على فيديوهاتي تمام. انا عارف بطل بقى الجو ده ها خف شويه ها انت مش مهم بس كده. الف مبروك ال 40,000 يا رجاله. مش هقول لك تعمل سبسكرايب تاني خلاص انا مش مهتم ولا لايك حتى. انا بقيت زاهد الارقام خالص. انا عايزك تقول رايك على الفيديو. ما تخشش تقول لي صباح الفل ازيك يا جيار عامل ايه الحمد لله. الكلام ده بيني وبينك بقى على الواتس يا معلم. لما تخش لي تكلمنا. لكن هنا انت شايف فيديو انا بتكلم فيه وقاطع نفسي وبحضر ليه بقالي مثلا بتاع ربع ساعه عشان انت تشوفه وتتفاعل معاه. قول رايك.